السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة كبد الفراخ بطريقة حلوة قوي. ما فيهاش بقى اي ريحة مش مستحبة، وما فيهاش اي حاجة، جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. دي كبد فراخ غسلتها كويس جدا ونقعتها في 4 معالق خل ومعلقة دقيق وليمون، ليمونتين ليمونة، ما فيش مشكلة. صفيتها كويس من المية وابدأ اقطع كل كبداية كده حوالي 3 أو 4 حتت بس. اهم حاجة تكون متصفية كويس جدا، ما يكونش فيها مية خالص، عشان لما نحطها على النار ما تبدأش تنزل مية كتير او تنزل سوائل كتير. معايا بقى 4 فلفلات كده مع 4 فصوص توم وقرنين فلفل حامي. هقطعهم قطع صغيرة كده زي تقطيع السلطة كده. او لو عايزين تفرموهم في الكبة بس ما يكونش فرم ناعم قوي. ودول 4 فصوص توم فرمتهم برضو وخليتهم على جنب. حطيت بقى شوية زيت في طاسة على النار، واحط اول حاجة التوم اشوحه كده تشويحة بسيطة، بيدي للكبدة طعم حلو جدا. هحط بقى الكبدة بعد ما شوحت التومة كده، نقلبها كويس لحد ما السوائل بتاعتها تبدأ تبطل انها تنزل سوائل منها، يعني لما تنشف كده. حطينا بقى فلفل اسود، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، وكمان هنحط نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والملح. نقلب بقى كويس كده لحد ما السوائل تقل جدا كده. خلاص السوائل قلت خالص وهي كده استوت طبعا. هنحط بقى الفلفل، اخر حاجة نحطها الفلفل علشان ما يتهريش ويبقى كأننا ما حطيناش فلفل. يعني لما بتخلي الفلفل كده لسه اخضر كده شوية بيدي طعم جميل جدا، وكمان بيبقى ليه كده بيقرقش كده شوية، بيبقى ليه طعم حلو قوي وبيبقى ريحته لسه موجودة. لكن لما بيتهري معانا كده ما بيبقاش ليه اي ريحة. اخر حاجة هحطها معلقة مستردة، بتدي مزازة كده وطعم حلو جدا. لو عملتوها بالوصفة دي بالطريقة دي هتديكوا يعني احلى كبدة تعملوها من غير اي ريحة زفارة خالص. بصراحة جميلة جدا، تاكلوها بقى بالعيش جنب بطاطس جنب سلطة جنب اي حاجة، حلوة جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة، وبألف هنا وشفا. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.